السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحة جيدة. ان شاء الله اليوم فيديو جديد مع وصفة جديدة. غادي نحضر معكم رغيفات عامرين كيجيو مرقين وكيجيو رائعين. بالنسبة لأول حاجة غادي نقوم بها هي تحضير العجين اللي كيتكون من نص كيلو ديال الدقيق، كاس ديال الفينو، 4 غرام ديال الخميرة ديال الحلويات، معلقة كبيرة ديال لا موطارد، غنضيفو شوية ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخل باش كتهشش لنا العجين، وجوج معالق كبار ديال زيت المائده، وبيضه واحده. غادي ندير الكل في الطراب، يعني الا عندكم العجانه اولا تعجنوا بيديكم. يتخلط العجين مزيان بالماء بارد، ما نحتاجش ندير الماء سخون، غير الماء بارد حتى غيتجمع ليا العجين مزيان. يمكن لكم تحضروا هذا العجين هكا في الليل وتخليوه غير تجمعوه، ما تبقاوش تعجنوه تعركوه يتبلك، تعجنوه غير هكا تجمعوه بيديكم وتخليوه حتى لغديه كيصبح رائع وتخدموا به، اولا يمكن لكم تستعملوه سوغ بلاص. من بعد ما حطيت العجين غادي نخليه يرتاح شي شويه، غادي نغطيه ونخليه يرتاح. ندوز معكم تحضير الحشوه. انا عندي هنا في الحشوه شامبينيون فري، كروفيت، البصله اولا البورو، فروماج غابي. هنايا عندي الشعريه ديال الصينيه، انا خديت هنايا ديال الرز، وكاس ديال الياغورت مسوس. اول حاجه كناخذ المقله ديالي كنوضع فيها زيت الزيتون، يمكن لكم ديروا زيت المائده الا بغيتو. غنضيف ليها البصله، غادي نخليها حتى تشحر مزيان طيح. ما نضيفش التوابل دابا، تنضيفهم في دقه واحده. بعد ما تشحرات ليا البصله مزيان غادي نقوم باضافه الفطر. يمكن لكم الا بغيتو ديروا الفطر المعلب، هو الفطر الطبيعي كيجي رائع وكيزيد كيلذها كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد ما هبط ليا مزيان غادي نقوم باضافه القمرون. يمكن لكم تعوضوه يا اما بالدجاج يا اما بالكفته، تقدروا تزيدوا الجزر محكوك اي حاجه بغيتو. بالنسبه للتوابل كيف ما كتشوفوا هنا غادي ندير التوابل كلها، عينكم ميزانكم، شويه الكمون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، الفلفل الاحمر السوداني ضروري. الا عندكم صلصه الصوجه يمكن لكم تضيفوها. وغادي نخلط الكل مزيان حتى كتندمج داك العطريه مع بعضياتها، داك الخليط ديالي كيشرب العطريه مزيان. كما كتشوفون بعد ما شحرت الكل غادي نضيف لهم الفيرميسيل اللي سبق ليا درتها في المطايب باش كترطاب ليا وقطعتها صافي. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الزبده باش كتجيني لا فارس هشيشه. من بعد ما غتذوب ليا الزبده، الا احتاجيتو العطريه بغيتو تزيدوها تحمرها شي شويه كتضيفوها. غادي تضيفوا الياغورت المسوس وغتحركوا مزيان. اخر مرحله غتضيفوها هي الفرماج روج، الفرماج الاحمر هذا كيبقى اختياري، هو الا زدتوه كتزيد في الوصفه وكتزيد كتعلق صافي. ها هي كيف ما كتشوفوا هنايا الحشوه عندي واجده. دابا غادي نشد الرغايف ديالي العجين، غادي نشكلو كويرات كيف ما كتشوفوا. غنعاود نخليهم يرتاحوا شي شويه. بعد ما شكلتهم هكا كنخليهم يرتاحوا حتى تنكملهم كاملين. من بعد ما خليتهم واحد ربع ساعه كيرتاحوا، هنايا عندي مزيج ديال الزبده ذوبتها مع زيت المائده مع النشا، كنخلطهم مزيان وكنطلق بهم العجين ديالي حتى تنورقو مزيان، وكنطويه على شكل رغيفات عادي بحال غنصايبوا رغيفات عاديين. بهاد الطريقه كتجيبوا مورق كيجي بحال ورقه البسطيله وكيجي هشيش صافي. غنطوي هنايا الكريسات ديالي كلهم على هذا الشكل وغنعاود نخليهم يرتاحوا واحد شويه.
شويه على ما نكمل، وتكون داك الساعه بدات ليا الحشوه. بعد ما كملتهم هنا كما كتشوفوا كناخذ الرغيفات ديالي كنطلقهم مزيان هكا. بالنسبه للطريقه ديال الطي كتبقى اختياريه، يمكن لكم توضعوا الحشوه في الجانب وتديروهم على شكل سيجار، يمكن لكم ديروها الوسط وتلويهم على شكل رغيفات كيجيو مربعين. كيف ما كيمكن لكم هكا تلويو الجوانب ديروا هكا شي زيتونه الوسط ولا شي حاجه. انا درت لهم بحال هكا وقلبتهم باش يجوني مربعين. غنعاود معكم وحده باش تشوفوا الطريقه. ها هما الرغيفات ديالي من بعد ما كملتهم غادي ندهنهم شويه هنايا بشويه ديال الزبده وشويه ديال الفلفل الاحمر اولا صوص صوجا باش كيعطينا داك لا كولور دوغي. صافي غادي ندخلهم للفرن نص طيبه كما كتشوفوا على هذا الشكل. ملي تبغيو داك الساعه تحطوهم ديروا شويه ديال الفرماج وتحطوهم فوق منهم تعاودوا طيبوهم كيجيو رائعين. نتمنى الوصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وشكرا على المتابعه.